يعقد الاجتماع 18 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في الفترة ما بين 9 وحتى 10 من يونيو في مدينة تشينغداو بمقاطعة تشانغ دونغ. وخلال القمة من المخطط أن يقوم الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف بعقد اجتماعات ثنائية مع شي جينغ بينغ، ويعتزم نقاش قضية التمييز العنصري في الصين واستيعاب الثقافة الوطنية وانتهاك حقوق الإنسان في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية. حضر مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي اجتماعا رسميا لوزراء خارجية دول البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا في 4 من يونيو بجنوب إفريقيا، وقد التقى بوزير الخارجية الهندي سواراج خلال الاجتماع. تم استجواب رئيس الوزراء القرغيزي السابق بقضايا فساد في أكبر مشروع للتعاون في مجال الطاقة في قرغيزستان، ويعد هذا المشروع أكبر مشروع تعاوني في مجال الطاقة بين قرغيزستان والصين، وهو تحويل الطاقة من محطة بيشكيك للطاقة الحرارية، حيث استدعى مجلس وزراء الأمن القومي رئيس الوزراء السابق زابار إسحاق في 29 من مايو ومنع من مغادرة البلاد. قال منظم وفد إنهاء الحصار عن قطاع غزة في بيان مكتوب إن فريقا يضم 26 شخصا من 7 دول مختلفة قد وصل قطاع غزة بقيادة الدكتور عصام جوزيف، وإن الوفد سوف يعمل على التقليل من نقص المواد الطبية في قطاع غزة وإمداده بالمساعدات الإنسانية. خلال الحرب الخفية بين إسرائيل وإيران يتعلم كل منهما لغة الآخر، حيث تم إدراج اللغة الفارسية في بعض المدارس في إسرائيل لتجنب الحرب المحتملة مع إيران. ذكرت وسائل إعلام متعددة أنه عرض هيكل عظمي للديناصورات المتحجرة من فصيلة الثيرابودات في باريس فرنسا، وتم عرض الهيكل في الطابق الأول من برج إيفل في 2 من يونيو، حيث يبلغ طوله 8.7 مترا وارتفاعه 2.6 متر، وسيتم بيعه في مزاد علني. ويقدر الخبراء قيمة هذا الهيكل بين 1.2 و 1.8 مليون يورو.